بما انه احنا البشر يا هالبيكسي وخصوصا العرب كلنا نتشارك بصفة الفضول او خلينا نقول اللقافة، بهذا الفيديو بشبع لك هذه الغريزة على الاخر، لانه بنشوف فضايح صارت مع مشاهير خلال هذا اليومين ومقاطع غريبة صدقني بخليك تشبع فضولك بتقرح. فاقلط يا حبيبي واستوي حياك الله. بس بداية هذه افضل واجمل واجنن واعظم التعليقات على المقطع الاخير. الله يسعدك يا رب انت اللي تحط تعليق وتحط لايك وتفعل الجرس. بس ليتس جو نبدا. هذه واحدة مغنية فرنسية كانت ماشية في امان الله وحتى اغاني ومنطربة، بس فجأة طلع قدامها واحد شكله غريب ويبغى يوقفها غصب عنها. شوف المقطع. شوف شكله يا هيبيكسي، قسم بالله انه ما ذكرني غير باسطورة الرياض، والله نفس الوجه. بس تدري وش الفرق بينهم يا هيبيكسي؟ الفرق الوحيد ان هذا اسطورة الرياض وهذا اسطورة باريس شانزليزيه. بس والله اني فزع من الخوف، قلب صوتها تدخل مدني، صارت ترتعش. Regardez comment je tremble. بس ما بلومها يا اخوان، يعني بالله تخيل وجه زي كذا يطلع قدامك بدون اي سبب، يا بتدعس عليه وتمشي او بتنزل تصفق جد وتعطيه كف، بالضبط زي ما سوى محمد رمضان مع هذا البذل. بحيث ان محمد رمضان حتى هو كان طالع مستمتع بالصيف ويتصور مع الفانز، فجأة جا واحد طقطق عليه وسدد له كف، بس برضه الثاني رد له الكف وصارت مضاربة. طلع الموبايل وش السالفه يا اخوان؟ اشوف ان كل المشاهير بالايام الاخيره بدوا يضربوا الفانز حقهم، والله شكلي حتى انا بجيب خيزرانه وبنزل جلب اللي يتفرج وما يحط لايك، يلا حط لايك كلها بتخش ببعض ها. المهم بعد المقطع انتشر بشكل كبير، محمد رمضان جاب العيد لان كل العالم بدوا يغلطوا عليه ويستاهل لانه ضرب ولد صغير، لكن الحقيقه يا اخوان انه البذر يستاهل ينضرب، حرفيا يستاهل الكف اللي جاء، لانه اللي ما تعرفونه ان الولد حاول يطقطق على محمد رمضان وصور فيديو وهو يقول له محمد حمضان، يعني يقول له يا حامض انت وافلامك وبرامجك، والمقصد منها يعني سامج وما تضحك يا حمضان. فعشان كده محمد رمضان تحسس وسطر وكف، برضه قال له هاتي جوالك عشان يمسح الفيديو، لكن زي ما تشوف الثاني مسوي ساطي، اول ما اعطاه محمد رمضان كف على طول رجع له اياه. بس صراحه يبغى لك تربيه وتشي يعني انت اللي غلطت عليه بالاول. البارح بس يا اخوان صار لقاء استقبل فيه الشايب بايدن رئيس اوكرانيا، بس الشايب جاب اكبر عيد قد شفته، بالله شوف المقطع. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. بالله الحين كيف هذا رئيس دولة؟ حرفيا ما منه أي فايدة، الفايدة الوحيدة اللي أشوفها منه أنه يعطي أمل خويك السبيكة والفاهي أن في فرصة يصير رئيس حتى لو كان ما فيه. ولا المصيبة أن المسكين هذا صار له سنة يبكي ويتشحت فلوس عشان دولته وما أدري وش، بالأخير قال لك بوتين هو رئيس أوكرانيا. أصلا من شكله يهبكس وطق مدأب وريالين، واضح أنه جاي مسوي مسكين مرة ثانية وأنه ما عنده حتى شيء يلبسه عشان يتشحت كم دولار من أمريكا، لو يناديه بأي شيء عادي. المهم بنهاية اليوم تجيه الحوالة أو الكاش. بعد تعب 11 سنة وبعد تكسير سيارات ومسابقات على ملايين الدولارات، وبعد ما تحول خويه وصار مستر بيست يوصل 300 مليون مشترك كأكبر وأول قناة توصل هذا الرقم الجبار. 300 مليون يعني باقي له بس 100 مليون مشترك بس سنة زيادة ويصيروا مشتركين ونفس عدد سكان الدول العربية. أنت متخيل يا هيبيكسي؟ لكن مع ذلك ومع كل هذه الإنجازات والأرقام اللي سواه قبل أسبوع تقريبا صدم متابعينه وخلى كثير ناس تقلب ضده وتتهجم عليه، ومنهم حتى مشاهير كبار، بحيث أنه بالأسبوع اللي راح صارت هوشة بين صديقه أو صديقته كريس مع واحد مرة مشهور من كلام فيز، بحيث أن اللي من كلام فيز قال له بكل احترام وفطرة بشرية المفروض تخجل من نفسك بعد ما تركت ولدك وزوجتك ومن ذا الكلام. المهم صارت بينهم هوشة مرة كبيرة وكل واحد قاعد يسفل ويطقطق على الثاني. بعدها مستر بيست اجا مسوي يفزع للمون ورد على المشهور بتغريدة قلبت كثير ناس ضده، بحيث انه قال فيها افا اللي هو اسم كريس، بحيث انه غير اسمه البنت، يعني افا دائما مع اولاده وما عم يصور عشان بس يقضي وقته معاهم وراضي بنفسه ويتطور وبلا بلا 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 بلا. بعدها حرفيا كل الناس بالردود قاعده تتهجم عليه واللي يسب، والمشكله كبرت زياده وفي مشاهير كبار برضو دخلوا بالموضوع، زي سنيكو اللي يعتبر واحد من اكبر المشاهير عندهم وقال له انت الحين واحد من اكبر المؤثرين بالعالم، فخلاص وقف تمثيله ان اللي قاعد يسويه خويك صح وعادي، لانك حرفيا تقدر تنقذ الاف الاطفال. والله حرفيا يا هيبيكسي لسه في خير بكثير ناس بالدول الغربيه، في كثير منهم ضد هذا الانحلال، لانه زي ما قال سنيكو اللي قاعد يسويه مستر بيست مره غلط او يمكن يكون مخطط له ما ندري، لان مستر بيست هو اكبر مؤثر حاليا وكثير اطفال وبذران يتفرجوا عليه ومن مختلف دول العالم، فانه يتكلم كذا عن
ويطلعوا معه بالفيديوهات. الطفل اللي يتفرج خلاص بيتعود، بيحسب انه هذه الحاجات عادي، انه تصير بدر خلف ودلع شيء طبيعي. وحتى لو شاف اشكال زي كده برا البيت بدل ما بيكون تعود. فانصحك تنتبه وانتقل المحتوى اللي تتفرج فيه او اللي يتفرجوا فيه اخوانك قبل ما تصير فضيحه زي الفضيحه اللي صارت مع هذا المشهور الثاني. سكيتش حاليا يعتبر من اشهر الستريمرز بالعالم، وانشهر بطريقه غريبه وفتره مره قصيره، وصاروا كثير يتابعون بثوثه، وبثوث الحالة تتعدى 100,000 مشاهده. وغير عن كذا صاروا يوتيوبرز كثار يطلعونها معاهم بالفيديوهات عشان تزيد مشاهداتهم وكذا. وحتى ان فورتنايت بنفسها مثل معاهم فيديو قبل اسبوعين. المهم الولد مرة انفجر بالفترة الأخيرة وكثير صاروا يتابعونه، لكن اللي ما كانوا يعرفونه هو ماضيه بحيث انه قبل 3 أيام تقريبا انفضح وطلعت له حقائق وصور انه كان يب المقبول هذا كان الوان وينشر صور وحركات بقول عشان الفلوس. والله اللي محيرني هو يعني وش بتوري للناس اللي اشتركوا وش بيستفدوا حرفيا مقبول. المهم بعدها سوى ضجة مرة كبيرة بالسوشيال ميديا وكثير طقطقوا عليه، والكل كان متوقع انه بعد هذه الفضيحة خلاص بيتكنسل وبينحرج من نفسه وبيصيح وبيختفي وما ادري وش. لكن صار العكس يا اخوان، الفضيحة هذه ما زادته غير شهرة، بحيث انه في اقل من يوم زادت قناته بتويتش 300,000 متابع وانشهر زيادة، وكل يوتيوبر صار يناديه عشان يصور معه، ومنهم مستر بيست بنفسه اللي صور معه المقطع اللي نزله البارح. He betrayed me. The worst eyesight with the worst hands, the worst thing. والله الغرب يا اخوان ناس غريبة، حتى مفهوم الفضيحة قلبوا امه فوق تحت. لكن اغرب شيء هو اللي صار البارح، بس بعد ما الملاكم الارجنتيني هذا فاز بنزال بالبرنابيو، لانه بعد ما فاز قال وش بسوي؟ بقهر المدريديستا والجيرش بيريز بنص بيتهم. طيب قاموا رفع تيشيرت ميسي زي ما سوى ميسي بنفسه بكلاسيكو 2017. لو كنت انا من بيريز بطفي النور على طول ما حد بيشوف. لكن اللي مخوفني هاي بيكسي انا لا يحسبونها البرشلونيه بطوله لهم ويطلع لابورتا يشكر الملاكم. ما بقول غير مبروك انجاز بطوله جديده لعب فيه بعد ما كروس اعتزل ومودريتش رجع لبيتهم وحمدو طلع من اليار يبكي وبرضه فيني الحين ينضم لهم انجاز جديد بهذا الموسم وهو رفع قميص اسطورتهم داخل البرنابيو. من حقهم يفرحوا، ترى والله امزح يا اخوانها، لا حق يشدها وياخذ الامور بجديه. بس بالله شوف الكومنتس كيف مفتخرين، سياح المدريديستا، والكومنت عليه 92 لايك، عادات وتقاليد عليهم. لكن صراحه يا اخوان اكيد هذا الانجاز لن ينسيك انك ما حطيت لايك. Oh my god guys. هذا واحد شكله اول مره يطلع برا البيت وقاعد يصور لنا ايجيبت بالليل ويورينا كيف انها حلوه ومره جميله، بس فجاه مر عليه واحد من مصر وزرف ابو جوال. Oh my god guys بجد ايجيبت بالليل تحفه، بجد مفيش اي زحمه، بجد بيوتيفول قوي جميله. Oh my god like what اوه ده ايفون 15 تفاحه. لا ده حلو، دي رزقنا. بكل بروده زرف الجوال وقال ده ايفون 15 تفاحه. والله بجد طلع خوينا الاول معه حق ايجيبت مره تحفه، انتقال من مصر لايجيبت في لحظه. بس والله يستاهل. وش اللي او ماي جاد ان شاء الله هذا الموقف يخليك تسترجل شويتين. قال لك او ماي جاد. وخلي الحين اقول لك يا هيبيكسي عن اكثر المشاهير اللي جابوا العيد بالفتره الاخيره. اكيد اليوتيوب بيبلع لي علامه صفراء بسبب ده الشيء، بس يلا عادي. اكثر المشاهير اللي جابوا العيد وهم مشاهيرنا والمؤثرين العرب، يب بحيث ان كلهم ولا واحد فيهم انه بضميره ويتكلم ولو بسطر عن اللي صاير لاخواننا هنا. صراحه والله ما ادري وش اقول، بس الله يهدي كل واحد وينصر اخواننا باذن الله. برضو اتمنى اذا وصلت لهنا وكنت لسه مو بهايبيكسي تشترك بالقناه وتفعل الجرس وتحط لايك المقطع. اتعب اليوم وبكره وبعد وما ارتاح لين اشتاح اوصل للقمه اللي فيها حلمي ورضيت الا فيها، وتيجي فرصه مستنيها من زمان.